والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد. هنتكلم اليوم في خطأ الطبيب والخطأ عند الطبيب. العلماء بيقول الخطأ عند الفقهاء طبعا هو ما وقع دون قصد الفعل أو الشخص، وما يفعله وما هو له أن يفعله أو دون، ولكن يعني خطأ الطبيب الذي يؤدي إلى الوفاة يبينه العلماء. إن كان الطبيب من أهل الاختصاص له في الجراحة وله في هذا العمل، ولم يكن منه تفريط أو إهمال، ولم تخطئ يده وقام بالمعالجة على وجه المطلوب، ولكن ترتب على فعله تلف عضو أو نفس أو موت، فهذا لا ضمان عليه بالاتفاق. أما لو كان مع مهارته وعدم تقصيره قد حدث منه خطأ غير متعمد أدى إلى وفاة المريض، فهذا كالقتل الخطأ، ولا فرق بينهما شرعا من حيث الأثر المترتب عليهما، وما يجب في كل منهما من كفارة الدية والكفارة من صيام 60 يوم، لأن العتق غير موجود. وطبعا بلا شك أن الإثم عنه مرفوع إن كان لم يكن هناك يعني تفريط مقصود، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. وأيضا يقول المولى عز وجل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وثبت في صحيح مسلم أن الله عز وجل قال: قد فعلت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وهذا هو قول جمهور العلماء. وحكم ابن المنذر وابن عبد البر وابن رشد إجماعا، وكما جاء في الإجماع لابن المنذر والاستذكار لابن عبد البر، وبداية المجتهد ومجمع الضمانات ومعين الحكام والفتاوى الهندية والمبسوط للساخاس. وقال ابن رشد في بداية في فعله وكان من أهل المعرفة فلا شيء عليه في النفس، والدية على العاقلة فيما فوق الثلث، يعني مش هيقتص منه، ولكن هو طبيب حاذق وأخطأ في فعله وهو من أهل المعرفة، فهذا عليه الدية وعليه الكفارة. وإن لم يكن من أهل المعرفة فعليه الضرب والسجن والدية، قيل في ماله وقيل على العاقلة. وأيضا يقول ابن القيم في بيان أقسام الأطباء من جهة إتلاف الأعضاء: القسم الثالث طبيب حاذق أذن له وأعطى الصنعة حقها، ولكنه أخطأت يده وتعدت إلى عضو صحيح فأتلفه، فهذا يضمن لأنها جناية خطأ. ده كلام الشيخ ابن القيم. وأيضا القسم الرابع الطبيب الحاذق الماهر بصناعته، اجتهد فوصف المريض دواء فأخطأ في اجتهاده فقتله، فهذا خرج على روايتين: إحداهما أن دية المريض في بيت المال، والثانية أنها على عاقلة الطبيب، وقد نص عليها الإمام أحمد في الخطأ. وقال الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله في فتاويه في أقسام خطأ الطبيب وما يترتب على كل قسم: القسم الثالث طبيب حاذق أعطى الصنعة أو أعطي الصنعة حقه، ولكنه أخطأ في إعطاء الدواء أو في صفة استعماله، أو جنت يده إلى عضو صحيح فأتلفه، أو مات بسببه، مثل أن يعطيه من البنج أكثر مما يستحق، أو قبل أن يفحص المريض ويعرف إن كان هو يتحمل هذا المخدر أو ما يسمى بالبنج أم لا، ومثل ما إذا جنى يعني الخاتم على حشفة المختون، أو تعدى القلاع إلى ضرس صحيح بدل ما يقلع ضرس صحيح، ضرس المسوس قلع الضرس الصحيح، فهذا بلا شك عليه الضمان. والضمان يبقى معناه عليه الدية، وأيضا يعني كفارة إذا كان قتل يبقى لازم يبقى معاه الكفارة، أي كفارة القتل الخطأ، وهي صيام الشهرين المتتابعين. وكفارة الخطأ الطبيب إذا أدى إلى موت الطبيب أو موت المريض هي كفارة القتل الخطأ، وهي عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب المخلة بالعمل والكذب، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. ودليل ذلك قوله تعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا إلى آخر الآيات. وطبعا نظرا لعدم وجود يعني الرقبة، يبقى صيام الشهرين المتتابعين،
وقلنا ان يعني الدية على العاقلة، وقد تكون يعني غير موجود هذا النظام وهو نظام العاقلة الآن، ولكن يعني ممكن بتقوم نقابات الأطباء أو مفروض بيت المال المسلمين. ويعني بلا شك أن الطبيب مسؤول عما يقع من خطأ تجاه من يطببه، وهذه المسؤولية تعظم أو تقل بحسب نوع الخطأ ودرجته. وقد دلت الشريعة على اعتبار المسؤولية الطبية، كما حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من تطبب ولم يعلم منه طب قبل ذلك فهو ضامن. هذا نص في ضمان الطبيب، والحديث يعتبر أصلا عند أهل العلم في تضمين الجاهل إذا عالج غيره وتضرر بعلاجه. وإذا كان الجهل هو الموجب للمسؤولية كما يدل عليه ظاهر الحديث، فإنه يستوي فيه الجهل بالكلية، وهو الشخص الذي لم يتعلم الطب. فهذه يعني ايه أهم الكلام. وبلا شك أن يعني الدية في الرجل دية كاملة والمرأة نصف الدية. البعض يقول: طب لماذا يعني المرأة نصف دية الرجل؟ أولا المؤمن، تقول لماذا؟ يبقى عايز يعرف العلة وعايز يعرف الحكمة. المؤمن لا يبحث عن العلة إلا لأجل إيه؟ أنها تزيد إيمانه. أما يبحث عن العلة وتوقف عن العمل من أجل معرفة العلة فهذا يقدح في إيمانه. وكما يقول المولى عز وجل: فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حاجة مما قضيت ويسلموا تسليما. وما كان المؤمن ولا مؤمنة أن يكون لهم الخير من أمرهم إذا قضى الله ورسوله أمرا. فلا بد أن المؤمن يعني يقوم بتنفيذ أمر الله عز وجل بصرف النظر عن معرفة العلة أو عدم معرفتها. وبلا شك أن العلة أنا بقول له مسؤوليات، وقد يكون يعني عنده عائلة وأطفال وينفق، ومسؤوليات الرجل كثيرة. أما المرأة فهي مسؤولة من الرجل وليست هي يعني بمسؤولية الرجل. نكتفي بهذا.